السلام عليكم ورحمة الله. تخيل إنك دخلت المستشفى ولقيت الروبوت هو اللي بياخد منك العينة، أو إنك عملت أشعة وال AI هو اللي بيشخصها قبل الدكتور. يمكن الكلام ده كان خيال علمي من كام سنة، بس دلوقتي بقى واقع. ال AI بيغير شكل الطب والرعاية الصحية بالكامل، من أول التشخيص لحد العمليات الجراحية. في الفيديو ده هنفهم دور الذكاء الاصطناعي في الطب، ونكشف إزاي التكنولوجيا دي بتنقذ الأرواح وبتحسن جودة حياتنا. في الأول خلّينا نفهم يعني إيه استخدام الAI في الطب. ببساطة هو استخدام الخوارزميات والبرامج الذكية لتحليل البيانات الطبية الضخمة، عشان نقدر ناخد قرارات أفضل وأسرع. البيانات دي ممكن تكون صور أشعة، تحاليل دم، تاريخ مرضي للمريض، أو حتى معلومات من الأجهزة اللي بنلبسها. زمان كان الدكتور بيعتمد على خبرته ومعلوماته، دلوقتي ال AI بيقدر يحلل ملايين الحالات والمعلومات اللي ممكن الدكتور عمره ما يوصل لها. ال AI مش هيحل محل الأطباء، بالعكس هو هيكون زي مساعد طبيب عبقري، بيقدم معلومات دقيقة وبيقترح حلول، والدكتور هو اللي بياخد القرار النهائي. ده هيخلي الرعاية الصحية أدق وأسرع وأكثر أمانا. طيب إيه هي أهم استخدامات ال AI في الطب؟ ال AI دخل في كل خطوة من خطوات مرحلة المريض، من أول التشخيص لحد ما يكف. خلينا نشوف إزاي. أول حاجة التشخيص الدقيق والسريع، دي يمكن تكون أهم وأشهر استخدامات ال AI. زمان كان الدكتور بيقعد وقت طويل عشان يحلل صور الأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي أو حتى الأشعة المقطعية. دلوقتي في برامج بتشتغل بال AI بتقدر تحلل الصور دي في ثواني، وتحدد لو في أي أورام أو أمراض أو مشاكل دقيقة جدا ممكن العين البشرية ما تقدرش تشوفها بسهولة. ده بيساعد في تشخيص أمراض زي السرطان في مراحلها المبكرة، واللي بيدي فرصة أكبر للشفاء. وكمان في مجال أمراض العيون ال AI بيقدر يحلل صور شبكية العين عشان يكتشف أمراض زي السكر أو الجلوكوما قبل ما تظهر أي أعراض واضحة. اتنين، اكتشاف وتطوير الأدوية. عملية اكتشاف دواء جديد بتاخد وقت طويل جدا ومكلفة بشكل خيالي. ال AI بيغير ده، بيقدر يحلل التركيبات الكيميائية لملايين المركبات في وقت قصير جدا، ويتوقع ايه المركبات اللي ممكن تكون فعالة ضد مرض معين. ده بيسرع عملية البحث عن الأدوية، وبيخلينا نوصل لعلاجات جديدة لأمراض كان صعب نوصل لها. كمان ال AI بيقدر يتوقع ايه الآثار الجانبية اللي ممكن تحصل من دواء معين، وده بيخلي الأبحاث أكثر أمانًا. 3، الجراحة الروبوتية. لما بنتكلم عن العمليات الجراحية، الدقة أهم حاجة. الروبوتات الجراحية اللي بتشتغل بال AI بتساعد الجراحين في العمليات المعقدة، زي عمليات المخ والأعصاب أو عمليات القلب. الروبوت بيكون عنده دقة متناهية وإيده ما بتتهزش، وده بيقلل الأخطاء وبيزود نسبة نجاح العملية. الجراح بيتحكم في الروبوت عن طريق عصا التحكم، والروبوت بينفذ الأوامر بدقة عالية جدا. ده بيقلل من حجم الجرح في المريض وبيسرع من عملية الشفاء. 4، الرعاية الصحية الشخصية. ال AI بيساعدنا نراقب صحتنا بشكل مستمر. الأجهزة اللي بنلبسها زي الساعات الذكية أو السوارات الرياضية بتقدر تجمع بيانات عن نبضات القلب وضغط الدم ومستوى الأكسجين. ال AI بيحلل البيانات دي، ولو لقى أي مؤشرات غير طبيعية بيبعت لك تنبيه. ده ممكن ينقذ حياة شخص من جلطة أو أزمة قلبية قبل ما تحصل. كمان في تطبيقات بتشتغل بال AI بتساعدك في إدارة نظامك الغذائي والتمارين الرياضية عشان تحسن صحتك بشكل عام. ال AI ما سابش فرع في الطب إلا ودخله، سواء كان التشخيص، العلاج، أو حتى الإدارة. أول حاجة الطب النفسي، ال AI بيقدر يحلل نبرة صوت المريض وطريقة كلامه عشان يكتشف علامات الاكتئاب أو القلق. كمان في تطبيقات ذكية بتكون زي مساعد نفسي، بتساعدك تعمل تمارين استرخاء أو تقدم لك نصايح بسيطة للتعامل مع التوتر. تاني حاجة الأمراض الجلدية. أدوات ال AI بتقدر تحلل صور الجلد عشان تكتشف علامات سرطان الجلد أو أي أمراض جلدية تانية بدقة أعلى من التشخيص اليدوي في بعض الأحيان. 3، الإدارة الطبية والمستشفيات. ال AI بيساعد المستشفيات في تنظيم المواعيد وتوزيع الموارد وإدارة ملفات المرضى الإلكترونية، وده بيخلي العملية كلها أكثر كفاءة. كمان بيقدر يتوقع عدد المرضى اللي ممكن يدخلوا المستشفى في وقت معين عشان المستشفى تكون مستعدة. على قد ما الذكاء الاصطناعي فيه مميزات كتير، على قد ما فيه تحديات لازم نكون واخدين بالنا منها. أول حاجة الخصوصية والأمان. البيانات الطبية حساسة جدا،
ولازم يتم التعامل معاها بحرص شديد عشان محدش يستغلها. تاني حاجة التكلفة، التكنولوجيا دي غالية جدا ومش كل المستشفيات أو العيادات تقدر توفرها. تالت حاجة الأخلاقيات، هل نقدر نثق بشكل كامل في قرار الذكاء الاصطناعي لوحده؟ وهل لو حصل خطأ مين بيكون المسؤول؟ هل هو المبرمج ولا الدكتور اللي استخدم الأداة؟ الأسئلة دي لسه محتاجة إجابات واضحة. الذكاء الاصطناعي في الطب لسه في بدايته، المستقبل هيشهد تطورات خيالية. أول حاجة الطب التنبؤي، ال AI هيقدر يحلل جيناتك عشان يتوقع إيه الأمراض اللي ممكن تصاب بيها في المستقبل، وده هيخلينا نقدر نمنع الأمراض قبل ما تحصل. الطب المخصص، العلاج هيكون مخصص لكل شخص على حدة بناء على تركيبه الجيني وحالته الصحية. الروبوتات والتمريض، ممكن نشوف روبوتات بتساعد الممرضات في المهام الروتينية زي نقل الأدوية أو قياس العلامات الحيوية للمريض. الذكاء الاصطناعي مش هيحل محل الأطباء، لكنه هيخليهم أطباء خارقين بيقدروا يعملوا حاجات مستحيل كانوا يعملوها لوحدهم. التكنولوجيا دي هتخلي الرعاية الصحية أحسن بكتير وهتنقذ أرواح لا حصر لها. دلوقتي هل أنت مستعد للمستقبل ده؟ قول لنا إيه أكتر استخدام للذكاء الاصطناعي في الطب لفت نظرك. شاركنا رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد.